تجربته فليتفضل. سامحوني، نسيت أن أشير إلى أنه من لديه سؤال فليتفضل إثر نهاية العرض اللي بشي يقدمه رئيس جمعية التطوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في التظاهرة والملتقى هذه، وإن شاء الله يتواصل العمل تنسيقي بين مختلف الدول والهياكل المتداخلة في العمل الإنساني والعمل التطوعي من أجهزة حكومية وجمعيات مدنية. نعرف بنفسي يعني محمد أمين الرزق الله، رئيس جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية، وهي إحدى الجمعيات التي وقع أحداثها إثر القانون الذي ذكره الزميل السابق، اللي وقع أحداثه سنة عام 98. وقع أحداث قبل ما ندخل في التفصيل نعطيكم تقسيم حوصل الموضوع اللي باش نقدمه اليوم. تعريف الجمعية، تدخل الجمعية أثناء الأزمة الليبية أخذناها كموضوع دراسة باش نستخلصوا منها العبر اللي وصلنا لها والديفيسيونس، يعني العجز اللي وقعنا فيه، نناقشوا المشاكل أثناء الأزمة الحلول المقترحة. بالنسبة للجمعية، جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية هي تكونت سنة 2009 بولاية سوسة. الاسم نتاعها هو جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية. الصيغة التنظيمية هي جمعية شبه عسكرية، اخترنا أن يكون النظام نتاعها شبه عسكري عشان نحاول أنه الفولونتير المتطوع نعطيه قدرة شبه عسكرية، ياخذ نوع من الانضباط ونوع من ويعرف العمل جمعية الحماية المدنية وطريقة التعامل مع الضباط، يعني مش يتدخل في وقت الحوادث ولا وقت الانترفونسيون كدعم، كجهاز دعم للحماية المدنية. يلزم يكون عنده من التكوين الشبه عسكري اللي يكون عنده انضباط عند تقديمه للمساعدات هذه. مجال نشاط الجمعية هو التحسيس والوقاية والتدخل ضد الأخطار التي تهدد الأشخاص والممتلكات. هيكلة الجمعية اللي ممكن نخليها نجحت بمقارنة مع الجمعيات الأخرين الموجودة في كامل تراب الجمهورية، هو أنه وقع تقسيم الجمعية على هياكل تتكون من 12 عضو. كل عضو عنده مهمة تنسيقية. تعرفوا المتطوعين أنهم يخدموا في وظائف أخرى، ما عندهمش الوقت الكافي باش ينجموا يكونوا متوفرين كما أجهزة الدولة وقت كامل. كانوا تخصيصهم حسب نطاق تدخل الجمعية داخل منظومة الحماية المدنية. يعني عندنا أعضاء مكلفين بالتنسيق مع المدارس لأحداث النوادي، متطوعين داخل كل مدرسة لتنمية جيل جديد. هذا يكون النتيجة نتاعو على المدى الطويل، تنمية جيل جديد يحمل الفكر التطوعي في الحماية المدنية. كذلك بالكليات احداث مراكز دو بريمير انترفونسيون، يعني تدخلات اوليه للمتطوعين، يكون داخل الكليات نستغلوا المساحات الصغيره اللي موجوده في وسط كل كليه، وتكون نواه لترشيد وتدخيل ثقافه المتطوعين داخل الكليات، لانه هذوما الاشخاص اللي لما نستقطبوهم في السن الصغير هذا ويقوم الاحاطه بهم وتكوينهم تكوين جيد، نلقاوهم في المستقبل على أتم الاستعداد باش يكونوا دي فولونتير دو بروتيكسيون سيفيل. هذه لمحة على الأعضاء، فما قائمة كاملة في الموضوع، وتكوين لجان تعمل تحت المنظومة هذه، منظومة الجمعية، هم لجان تسيير للمحافظة على سير العمل التحسيسي والوقائي والتدخل وقت التدخل.
وأحداث لجنة تأديب تكون محايدة عن المكتب التنفيذي للجمعية ليحس نفسه المتطوع أنه في هيكلية قريبة ياسر من الهيكلية الإدارية، يحس نفسه محمي ويحس نفسه أنه لما باش يقوم بمجهود مش باش يقع استغلاله من طرف أشخاص أخرى، لأنه في العمل الجمعياتي مش كما العمل الإداري، فما دائما خلفيات أخرى ممكن تتوجد عند المتطوعين فيتخلى عندهم هاجس ما يخليهمش نفسانيا يكون مستعد إلى تقديم الدور بتاعه. ولجنة التكوين والمتابعة هي لجنة لإعداد التكوين في المجال التحسيسي ومجال الوقاية ومجال التدخل، ولجنة الإغاثة هي لجنة تعد برامج بتنسيق مع المتطوعين ومع جمعيات أخرى تتداخل أيام الكوارث لتنسيق عمل وتدخل هذه الجمعيات باش ما يصيرش كما صار في الاتيود كامل باش نشوفوها في برنامج راس جدير. هذه الصورة مكبرة عن نشاط الجمعية وتدخلها أثناء قيام الثورة الليبية والأزمة اللاجئين اللي صارت على الحدود الليبية التونسية على المعبرين ذهيبة وراس جدير. نلقاو على اليسار القيادة المركزية للجمعية، ثم نلقاو لجنة الإيواء ومتابعة اللاجئين داخل تراب الجمهورية، لأنه في جات فترة معينة العدد اللي دخل قريب 900,000 ووقع ضغط كبير على المعبر الحدودي وعلى مركز الشوشة لإيواء اللاجئين، فقمنا بالجنسيات اللي يمكن دخولها داخل التراب مثل الإخوة الليبية ومثل الأشقاء اللاجئين وما عندهمش مساعدات، بالتنسيق وربط مع المواطنين التوانسة اللي يحبوا يقدموا مساعدات لإيواء واستقبالهم في منازل تقديم لهم الإحاطة والمعيشة والإحاطة الطبية والصحية داخل كامل تراب الجمهورية، فقمنا بتوزيعهم والتنسيق مع المنظمات والجمعيات الأخرين لإدخال اللاجئين هذوما وقيام الإحاطة بتاعهم لمدة، لأن المدة طالت شوية وتمت استضافتهم ممكن حتى قرابة السنة يعني المتطوعين. كذلك تحت قيادة مركز الجمعية يعني داخل تراب الجمهورية مش على نقطة المعبر، نقطة جمع التبرعات والدعم البشري والتنظيم والتنسيق مع مختلف الجمعيات الخيرية والإسعافية اللي تقوم بجمع التبرعات، لأنه في الفترة الأولى وقع إشكالية إنه الشعب التونسي كله لم المساعدات وهم لراس جدير، فكان فما استوكاج كبير يعني كميات كبيرة هائلة وما كانش فما من الأول وقعنا خوفنا من الوقوع في إشكالية في عدم التصرف وحسن التصرف في هذه الأشياء، لأنه تعرف في مناطق حدودية ما فماش مراكز لتجميع التبرعات والمحافظة عليها خصوصا مع الطقس والحرارة المدرجة. بعد نعطيكم لمحة على معبر راس جدير ومعبر ذهيبة اللي كونا فيه لجنة إغاثة. كانت اللجنة الإغاثة هذه كانت تعنى بتقديم المساعدات للاجئين، الإحاطة بالبيئة لأنه في أزمة لاجئين يكون موجودة فما الجانب البيئي لأنه ممكن يخلق إشكاليات إذا ما ناخذوش بالعناية به. وما تنساوش على فكرة لأنه في الفترة هذيك احنا جريح خارج من ثورة وهيكل الدولة ما كانتش متنظمة وحدها، ولولا دعم المجتمع المدني لساند التدخل أجهزة الدولة من بلديات مدنين وبن قردان لمساعدتهم على تقديم المساعدات وتنظيف المنطقة والمعبر الحدودي. كذلك في الذهيبة نفس الموضوع بالنسبة للمؤونة والمعيشة، تقديم المؤونة والمعيشة للاجئين اللي يقع استقبالهم ومساعدتهم على نقل الأمتعة متاعهم على الواحد. بالنسبة للجنة الطبية هي لجنة تتكون من الأطباء والمسعفين في القطاع الصحي، وقع تنسيقهم العمل على النقطة المتقدمة الطبية للحماية المدنية PMA، وكانوا فرق تتداول كل 3 أو 4 أيام تتداول فريق ثم يعاود يجي فريق آخر من داخل تراب الجمهورية، وقرابة الفريق يتكون من 5 أشخاص 2 أطباء و3 مسعفين على طول المدة حتى نهاية شهر جويلية نهاية الأزمة. كذلك قمنا بلجنة التبرعات الداخلية بالتنسيق مع الإخوة الأشقاء الليبية في مصراتة بقيام بتصدير حاوية من المساعدات الطبية والأجهزة الطبية للقيام
العمليات الجراحيه، لانه في الفتره الاولى ما كانش فما طريقه لادخال المساعدات عن طريق مالطا، ثم من مالطا وقع ادخالها عن طريق دي بتيت فيدات قوارب سريعه الى الى مصراته. بالنسبه في التجربه هذه اللي خضناها في اثر الازمه الليبيه، خرجنا بخلاصه في مكثره النواقص والمشاكل الموجوده اثناء التدخل المتطوعين في الازمه. عدم وجود جهه مركزيه تكون الرابط بين الحمايه المدنيه والمتطوعين. المتطوعين كانوا جاونا برشا متطوعين من بلاد اخرى اللي ما همش منخرطين في الجمعيه نتاعنا، وما فماش ستركتور اللي تخلينا نجموا نتعاملوا مع بعضنا. عدم تنسيق بين اجهزه الدوله لتسهيل تدخل المتطوعين اثناء الكوارث. كانوا برشا متطوعين يخدموا وموظفين حابين ان يحبوا يقوموا بالعمل التدخلي، لكن هو في وظائف اخرى ما يحبوش يعطيهم لا دي كونجي اجازه عمل ولا على حسابهم الخاص، ولا حتى يسيبوهم على اساس انهم مكلفين بمهمه اغاثه. شويه عدم توفر الدعم المادي للجمعيه لتحسين الاستعدادات والاستجابه اثناء الكوارث، يعني التحضير المسبق في قيام دي بلان، يعني برامج تدخل للمتطوعين وتنسيقه مع الجمعيات اللي تتدخل في الموضوع. لازم دعم مادي لتحضير برامج مسبقه اللي يكون عندها مردوديه وجدوى عند القيام بالعمليه التدخل. عدم احاطه المتطوعين بتغطيه المصاريف التنقل والمعيشه. عدم وجود قاعده قانونيه تساند المتطوعين للتدخل وتسهيل تفرغهم على ذمه الجمعيه، وهذه من اهم نقطه اللي كجمعيه مش كمتطوعين. نقصد انه القاعده القانونيه يجب مراجعتها، ويجب تكون انه فيها ياسر سهوله ومرونه تسهل عمليه المتطوع والتدخل اثناء الكوارث، لانه وقت الكارثه ساعات تلقى اجهزه الدوله غير مرتبطه كما صار في تونس عندنا الثوره، غير مرتبطه مع بعضها. وهنا لازم تكون فما قاعده قانونيه تحمي المتطوع اللي مش يقوم بالتدخل ومش ياخذ المسؤوليه الشخصيه على نفسه، تسهل له عمليه التدخل نتاعو. هذا بالنسبه مع الاداره. بالنسبه مع المتطوعين، التنقل المتطوعين كان اشكال، يعني فما شكون يبعد 600 كيلومتر على نقطه الحادث اللي صارت فيه الازمه، وما فماش وسائل نقل متوفره، وحتى التنقل الموجود سعره غالي، المتطوع ما ينجمش يقدم المساعده. الاقامه والمعيشه والمبيت ما كانتش مهيمنه ومنظمه، وكنا نوعا ما عبء على ميزانيه الحمايه المدنيه في هذيك الفتره اللي كانوا ما فماش ميزانيه خاصه لايام الكوارث للاستغلال نتاعها. اللباس الموحد هو كان فما اشكاليه كبيره، لانه وقت تصير فما كارثه لازم يكون لباس ينظم يبين انه لكلهم دي فولونتير دو بروتكسيون سيفيل، يعني متطوعين حمايه مدنيه باش يعرف الحمايه المدنيه مع شكون تتعامل معهم. المعدات المتطوعين اللي كانت ناقصه. الحلول المقترحه هو تكليف وتوحيد منظومه المتطوعين جمعيات التطوع في جمعيه واحده. تكليف جمعيه التطوع في خدمه الحمايه المدنيه بالتنسيق مع هياكل الدوله وباقي المتداخلين في منظومه مجابهه الكوارث بصفه عامه. توحيد المتطوعين تحت جمعيه واحده. اعاده منظومه قانونيه تساند المتطوعين في منظومه التدخل اثناء الكوارث وتسهيل عمليه تفرغهم للتدخل اثناء الكوارث. احداث وسائل اتصال حديثه بين المتطوعين لتسهيل عمليه التواصل بين المتطوعين، واعداد برامج مسبقه للتدخل. توحيد زي المتطوعين مع زي الحمايه المدنيه. مثال فرنسا، لانه لما يكون ساعات افضل التدخل المتطوع في الحادث، الزي بتاعه يكون ماهوش قريب ياسر زي الحمايه المدنيه، فيخلي عند المواطن اللي مش يتلقى ولا في حاله الحادث يحس انه السيد هذاك المتطوع هذاك ما عندوش المردوديه والكفاءه والمسؤوليه القانونيه، لانه هو لما مش يقوم بالتطوع هو مسؤول قانونيا. المسؤوليه القانونيه انه فيقوموا بمحاوله ابعاده ويقلقوه في قيام بعمله في التطوع. الاقتراح الاخير اللي نقترحه على الاداره التونسيه وعلى الدول اللي ممكن ما فيهاش موضوع، احداث صندوق خاص بمجابهه الكوارث ياخذ بعين الاعتبار ميزانيات خاصه لتطوير المنظومه الاداريه والمنظومه المتطوعين. وبالمناسبه هذه نبعث دعوه الى تشكيل فيدراسيون انترناسيونال، يعني فيدراسيون انترناسيونال
خاصة بالمتطوعين للتنسيق ودراسة البرنامج للتلاقح وتثاقف المتطوعين بين الدول اللي سبق عندها خبرة كبيرة في المجال هذا والدول الغير، ويكون هذا يكون على أساس مؤتمر مرة كل سنة ولا كل سنتين تقابلوا فيه جمعيات الدول هذه، مثل ما وهذا ماذا بينا يكون تحت l'Office international de protection civile، يكون فيه قسم خاص بالمتطوعين نتاع الحماية المدنية. وشكرا على حسن الاستماع. شكرا محمد أمين. اللي عنده سؤال فليتفضل، وإلا إذا كان مثلا مش حتى تساؤل أحيل الكلمة إلى السيد يرجوجي. فليتفضل. Thank you. Devo dire che se ci sono domande, casomai vediamo di spostarle nell'intervallo perché siamo leggermente fuori tempo. Molto interessante, molti punti, molti spunti di riflessione. Fondamentalmente direi quello di trasformare il volontariato